وصفتي لليوم الكشري اللي هو أشهر طبق مصري، حرفيا اتعدى مرحلة اللذاذة بمكوناته السهلة والبسيطة وموجودة بكل بيت ومع أطيب صوصات رح نتعرف عليهم، وعملنا بطنجرة واحدة لنختصر عليك المراحل وبنفس طعمة المطاعم. تعالوا لنشوف طريقة العمل، ولا تنسوا تشتركوا بقناتي وتفعلوا زر الجرس. في البداية هون رح أنقع كوب من العدس الأسمر. أنا هون استخدمت كوب، فيكن تستخدموا الكمية اللي حسب عيلتكن، ورح أنقعه بمي سخنة، شرط تكون المي سخنة. رح أتركه منقوع تقريبا عندي أقل شي مدة ساعة. هلأ رح نحضر للبصل. عندي هون 3 حبات من البصل، أنا قطعتن شرائح كتير رفيعة، ورح أضيف عليهم معلقة صغيرة من النشا بيعطينا قرمشة كتير حلوة للبصل وبخليه ما يحترق معنا. منقلبهم كتير منيح. وهلأ بدي أبلش أحضر لأقلي البصل. حطيت بطنجر على الغاز كوب من الزيت النباتي، طبعا هاي كمية الزيت رح استخدمها عندي لكل الوصفة، يعني رح أقلي فيها البصل ورح أطبخ فيها الرز ورح أحضر فيها الصوصات. هلأ بضيف بالتدريج البصل. في البداية بتكون عندي النار على العالي، بعدين ببلش إني أهدي النار. وهلأ البصل بلش ياخد عندي اللون الذهبي، ببلش إني أرفعه على النار. أنا هاي الدرجة اللي بدي إياها من التحمير. بحطه على ورق مطبخ أو محارم المطبخ حتى تشرب عندي كمية كل الزيت. وهيك كمية البصل عنا صارت جاهزة. هلا رح نحضر للمرحلة اللي بعدها. هلا رح نبلش نحضر الصوصات بنفس الزيت يلي قليت فيه البصل. رح استخدم منه، حط تقريبا معلقتين من الزيت اللي قلينا فيه البصل مع تقريبا 3 ل4 سن من الثوم، طبعا هرستن. وهلا رح أبلش أقلبهم مع الزيت. الثوم ما بدي إياه ياخد لون، مجرد إنه يتدبل وتبلش تطلع ريحته. هلا رح أبلش أضيف معلقة صغيرة من دبس البندورة مشان أحمصها مع الثوم والزيت. رح أقلبها مع الثوم لمدة دقيقة حتى تتنكه عندي البندورة بطعمة الزيت والثوم. هلا رح أبدأ أضيف البهارات. البهارات الأساسية عنا إياها بهاي الصلصة الكزبرة الناشفة، تقريبا ضفت معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. وعندي هون 5 حبات من البندورة، أنا هون قشرتها وطحنتها على الخلاط. هلا رح أبدأ أقلب فيها. وضفت كمان هون من البهارات الأساسية معلقة صغيرة من الفلفل الناشفة ورشة من الفلفل الأسود والملح حسب الرغبة. ورح أضيف كمان نص معلقة صغيرة من الكمون المطحون، طبعا الكمون رح يدخل معانا بالوصفة بكل الصوصات. هلا بحركن كتير منيح وبتركها البندورة تتسبك عندي حتى أضيف آخر مكونين لهاي الصوص يلي هو الليمون والخل الأبيض. هلا بعد ما تسبكت عندي رح أضيف عصير نص ليمونة، ورح أضيف فنجان صغير من الخل الأبيض، طبعا هو مكون أساسي عندي بالصلصة. هلا بحركن وبطفي النار عليها. هلأ بدنا نحضر الصوص التاني، كمان بنستخدم نفس الزيت اللي قلينا فيه البصل. ورح أضيف معلقة صغيرة من الفليفلة الحارة، طبعا هذا الصوص رح يكون عنا حار، يلي بيحب الحار بيقدر يعمله واللي ما بيحب يستغني عن هذا الصوص. رح أقلب الشطة مع الزيت تقليبة خفيفة. ورح أضيف من الصوص يلي حضرناه أول واحد. هلا بخليهم يغلوا دقيقة على النار وبطفي عليها. وهلأ رح نحضر للدقة، كمان رح نستخدم الزيت اللي قلينا فيه البصل.
وراح أضيف عليه معلقة صغيرة من الثوم المهروس. طبعا راح أقلبه حتى يتدبل عندي، وراح أضيف الكزبرة الناشفة، وراح أضيف معلقة صغيرة من الكمون المطحون. وهلأ بعد ما قلبتهم شوي على النار راح أبدأ أضيف نص كوب من المي السخنة، وراح أضيف عصير الليمون، وراح أضيف معلقتين صغار من الخل. هلا بخليهم يغلوا لمدة دقيقة على النار وبطفي عليهم. طبعا لا ننسى نضبط الملح. وهلأ رح نبلش نحضر لخلطة الرز بنفس الزيت يلي قلينا فيه البصل، رح نرجع نضيفه. هلأ بعد ما سخن عندي الزيت رح أبلش أضيف نص كوب من الشعيرية. رح أبدأ إني أقلبها حتى تبلش تاخد عندي اللون الذهبي. وهيك بعد ما أخدت عندي لون راح أبلش أضيف الرز. أنا هون عندي رز نقعته تقريبا نص ساعة وغسلته ومصفيته كتير منيح. راح أبلش إني أضيفه على الشعيرية وأقلبه لمدة دقيقة. بقلبه بهاي الطريقة، وراح أبلش أضيف العدس يلي كان منقوع عندي. طبعا غسلته مرتين وصفيته. هلا رح أبلش أضيف المكون الأساسي بهاي الوصفة وهو كمون المطحون، حطيت معلقة صغيرة، وراح أضيف كمان معلقة ونص صغيرة من الملح، وراح أبلش أضيف المي. أنا هون المي عندي حطيت كوب وربع مي للرز ونص كوب للعدس وكوب وربع للشعيرية والمعكرونة اللي هلأ راح أضيفها. يعني المجموع عندي من المي 3 كاسات وربع. هلأ رح أبدأ أضيف معكم المعكرونة اللي هي استخدمتها معكرونة السباجيتي. طبعا فيكن تستخدموا الشكل اللي بتحبوه، ولكن المعكرونة السباجيتي أساسي عندي بالوصفة. هلأ بحركن كتير منيح، وفي البداية بتكون عندي النار على العالي وبعدين ببلش إني أهدي النار وبغطي الطنجرة. وهيك بعد ما صار عنا جاهز. شوفوا ما شاء الله حبة الرز عنا مفلفلة، والمعكرونة كمان كل حبة وحبتها ما معجنة. يعني ما تخافوا إذا عملتوها بطنجرة وحدة. وهاد أطيب طبق كشري ممكن تقدميه لعيلتك، عن جد طعمته ولا أذكى من هيك. بتمنى الوصفة إنه تكون عجبتكن.